عندنا مشكلتين احنا كاصحاب عربيات دبابه او ديمكس بنقع فيهم لما بنروح عند اي صنايعي من الصناعيه لما الميكانيكي او العفشجي. ايه هم بقى المشكلتين؟ المشكله الاولانيه مشكله المساعدين الخلفي. طب المشكله الثانيه ايه؟ المشكله الثانيه اسطوانه الدبرياج او طقم الدبرياج. اركب ياباني ولا اركب تايلاندي؟ المساعدين الخلفي اركب ياباني ولا اركب تايلاندي؟ طب اركب انه موديل؟ في الفيديو ده احنا هنشرح كده شرح خفيف جدا على السريع كده المساعدين وموضوع طقم الدبرياج. تمام كده، خلينا في المساعدين. هنتكلم في المساعدين الخلفي. اول حاجه المساعدين الخلفي، المساعدين دي بتوع العربيه الديمكس من اول 2006 لحد 2025. طيب المساعدين الازرق ده دول تايلاندي على فكره، الاحمر ده تايلاندي. طيب المساعدين دول ايه؟ دول المساعدين دول ياباني، يشتغلوا من اول 1990 لحد 2005. طيب في ناس بتاخد المساعدين دي اللي هي الياباني دي بتوع الدبابه القديم يركبوه في العربيه الديمكس الجديده. هل يركب؟ يركب، بس قال يؤدي نفس الجوده؟ لا، ما يؤديش نفس الجوده. تمام كده. طيب ليه ما يؤديش بقى نفس الجوده؟ عشان ده حاجه وده حاجه. ده المساعد الخلفي كده، ده بيبقى كده، ده بتاع الدبابه اللي هي من اول 90 لحد 2005. بص لوحده كده، هو بيخش وبيطلع لوحده. طب لكن لا، بتاع الديمكس بقى اللي هو الاساسي بتاعه. ده بتاع الديمكس تايلاندي من اول 2006 لحد 2025. طب انا عايز افهم الصناعيه ليه بتركب القديم بتاع الدبابه اللي هو الياباني يركبوه في الديمكس؟ هو بيوفر لك، لكن بعد كده انت بتلاقي نفسك اتورطت ان انت عايز تجيب طقم تاني. تمام كده، بتجيب طقم، يعني انت بيركب ده ويضرب معاك ويروح جايب طقم تاني. طبعا سامحوني زي ما انت شايف كده بتوع العيش القديم وبتوع الروبابيكيا وبتوع الشغلانه دي كلها. بص ده، بص ده محطوط فيه يجي يطلع لوحده. ده بيطلع لوحده، التاني لا اهو. بص انا سايبه هو عمال يطلع، ده عشان باكن زيت وهواء، لكن ده لا، ده شغال كده مع نفسه. فعشان كده هو بيركبه للديمكس. راجل الخواجه مش عبيط، يعني مش عبيط، بس احنا اللي تملي كايفين تعديل. تيجي تكلم مش عارف واحد في الطلمبه، احنا ان شاء الله هنعدل. عدل هتعدل عربيه الراجل الخواجه عاملها لك 120، انت هتفضل تخترع؟ هتعدل هي العربيه بتمشي من اول 100 لحد اخرها 120. هتعدل افتح له على الطلمبه، تروح جاي على قلب الموتور، سلام عليكم. هنفضل بقى نالف في تعديلات وكده. تمام كده. يبقى احنا قلنا المساعدين لا، خليني الديمكس ديمكس اللي هي ده. معلش، لو معاك عربيه ديمكس ما تخلوش يجي يضحك عليك ويقول لك اصل ده سعره رخيص وبتاع. انا عارف يعني بالنسبه للدبابه ده القديم ده سعره 1200 جنيه، ده سعره 1900 جنيه. يقول لك قد ايه في فرق؟ 700 جنيه. ماشي، ده بالنسبه اول حاجه المساعدين. طب حاجه الثانيه بقى الاسطوانه. يجي تبقى انت معاك عربيه ويجي يقول لك هات واحد بقى عندهم الفكره بقى، هات ياباني. احنا ما قلناش حاجه، الصناعه الياباني صناعه لا يعلى عليها حاجه كويسه، لكن العربيه اساسا 2006 لحد 2023 2025 تايلاندي. فمعلش يعني تايلاندي، خلينا في التايلاندي. والياباني ياباني، الياباني من اول 90 لحد 2005. تمام، يعني انت يجي واحد يروح مركب الاسطوانه الياباني او الطقم الياباني اللي هو الاسطوانه دي او الاسطوانه 113 لو عنده مشكله في الاسطوانه بس، يبقى هو عربيته ديمكس 2006. طب هو عايز يركب اسطوانه، يقول له اجري هات واحده ياباني. يا اسطى اقول له هات التايلاندي ال 87 يو بتاعتها. بالمناسبه في من التايلاندي دي 113 ومحطوطه في كيس وبيضحكوا على الناس، لكن لا، انا عايز ال 87 يو اللي موجود هنا ده. ماشي، موجود هنا كده 87 يو. انا عايز الاسطوانه دي. والصح لو انا عندي مشكله في طقم الدبرياج اركب اركب اسطوانه وديسك وبليه. ما البليه اكيد هتلاقيها برضو خشنه بالمره لما يبقى طقم كامل. انا مش عايز اقول لك كمان فرش، يعني كمان يبقى طقم كامل، يبقى انت ريحت عربيتك. ده احنا كمان في حاجه تانية كمان، ده احنا ما بقيناش لما يجي واحد معاه عربيه
موديلات قديمه اللي هي من 90 لحد 2005 بقيناش نديله الياباني، بقينا نديله التايلاندي عشان ينعم معاه العربيه، يريح معاه الدبرياج. دي حاجه بس احنا حبينا النهارده يعني نتكلم فيها بالنسبه لموديلات العربيه. حتى كمان ايه يجي ايه مره معلومه ان اتيال الفرامل الامامي من 90 لحد 2005 ده تيل، دي موديل. من اول 2006 لحد 2013 موديل. من اول 2014 لحد 2025 موديل. طب اللي ورا ياباني، اللي ورا ممكن يشتغل اللي هو ايه الدبابه من اول 90 لحد 2005 موديل. ومن اول 2006 لحد 2025 موديل واحد، طنابيره بتياله، مفيش اختلاف. مش زي القداماني، مفيش اختلاف خالص. اتمنى يكون فيديو بسيط جدا، فيديو المساعدين ده وفيديو اسطوانه الدبرياج، حاجه بسيطه جدا. اشكركم على المتابعه. انا كنت معاكم عزة مصر. اي حد عنده سؤال يكلمني، يعني بسيب تليفوني، اي حد يكتب في التعليقات واحنا نقدر نرد عليه. عندك اي معلومه، عايز اي حاجه، واللي عنده معلومه غير اللي احنا بنتكلم فيها، معلومه جديده، يقول لنا واحنا نقدر ان احنا نطلع تاني نقولها. اشكركم على المتابعه. انا كنت معاكم عزة المصري.